وصفتنا النهاردة هشة وخفيفة جدا. الدونتس المخبوز حلو جدا واحلى من اللي مقلي في الزيت، وهنعمله كمان بحشوة جميلة جدا هتعجبك اوي. متنسيش بقى اللايك والشير واتمنالك كل خير. نبدأ بمكوناتنا. اول حاجة انا عندي كيلو من دقيق المخبوزات، لازم يكون منخول، و6 معالق من الزبدة تكون بدرجة حرارة الغرفة، وعاوزين كمان نص كوباية من السكر وعليها معلقة كبيرة من السكر، وكمان بيضة واحدة ومعاها 2 صفار بيضة. طبعا طالما في بيض يبقى هنحتاج معلقة كبيرة خل ومعلقة كبيرة من الفانيليا، وعايزين كمان 3 أكياس من الخميرة الفورية أو 3 معالق كبار من الخميرة الفورية. وبكون محضرة من قبل ما أبدأ بشوية كده العجينة اليابانية، عشان طبعا لازم تكون باردة، فبحتاج 4 معالق كبار من الدقيق وعليهم كوباية من المية، وبدوبهم على البارد، وبعد كده بحطهم على النار بيتقل معايا زي كأني بعمل مهلبية. بسيبها تبرد وبعد كده بشتغل فيها. هنحتاج كمان لبن، كوباية وربع من اللبن يكون دافي، بس أنا هستخدم اللبن بالتدريج. وعاوزين بيكنج باودر، هناخد معلقة صغيرة. هحط بقى كل مكوناتنا كلها على بعضها في العجان او في اي طبق، وهبدأ ان انا اقلبهم مع بعض، واللبن هنزل بالتدريج لغاية ما نوصل لعجينة ناعمة وبتلزق كمان في الايد. هتبقى معانا بالشكل ده كده، ناعمة وطرية وكمان بتلزق في ايدي كده زي ما انتم شايفين. اخر حاجة بقى بننزل ب6 معالق كبار من الزبدة، وتكون بدرجة حرارة الغرفة، وتقلبتين كده لغاية اما الزبدة تروح، ويبقى كده معانا العجين جاهز. تكون عجينة ناعمة وطرية، لكن دلوقتي كده مش بتلزق في ايدي، بيبقى تلزيق بسيط بتخلع من ايدي على طول زي ما انتم شايفين كده. بدهن البولة زيت، وبدهنها هي كمان وشها زيت، وبغطيها وبسيبها في مكان عشان تختمر. وفي الوقت ده هعمل الحشوة الجميلة بتاعتنا. معايا صفار بيضة، طبعا لو عايزة تضعفي الكميات براحتك جدا، ومعلقة سكر تكون معلقة كبيرة. هقلبهم مع بعض كويس جدا لغاية اما السكر يدوب، وبعد كده هحط نص معلقة صغيرة من الفانيليا، واقلب تاني لغاية ما القوام بتاعنا يكون لونه فاتح. انزل بعد كده بمعلقة صغيرة تكون مليانة من الدقيق، وهقلب برضو لغاية ما يبقى معايا قوام ناعم جدا. بنزل بعد كده بكوباية من اللبن، واللبن يكون دافي مش سخن قوي ومش ساقع. هقلبهم مع بعض، وبعد كده هرجعهم تاني في الحلة واحطهم على النار مع التقليب المستمر لغاية ما يتقل معايا، او لغاية مثلا الغليان. بكون في الوقت ده محضرة شوكولاتة مكسراها، واول ما الخليط بتاعي يبقى جاهز بنزل بنص الكمية على الشوكولاتة، والكمية الباقية بحطها في طبق تاني. الكمية اللي فيها الشوكولاتة طبعا لازم اقلبها علشان خاطر الشوكولاتة تدوب ويبقى معايا حشو حلو جدا بالشوكولاتة، بديل للنوتيلا، بديل لأي نوع شوكولاتة انتي هتحطيه. حلو جدا حشو الكاسترد ده. غطي بقى الوش بتاعه عشان خاطر ما ينشفش، ونسيبه يبرد. العجين بتاعي خلاص اختمر وبقى جميل جدا. هنزله زي ما هو، مش هطلع منه الهواء. هحطه على طول على الرخامة بتاعتي، طبعا بتكون نضيفة، برش لها رشة من الدقيق، وبنزل على طول بالعجين بتاعي، وببططه بقى لو انا عاوزة ان انا اقطعه بقطعات الدونتس او بالكوبايات، او مثلا بطريقة تانية انتي تحبيها او تفضليها براحتك جدا. تاخدي قطعة زي ما تحبي الحجم اللي انتي عاوزاه، وتاخدي القطعة وتكوريها بالشكل ده، ويبقى دي برضو دونتس حلوة جدا برضو هتعجبك. والطريقة التانية ان انتي بتفردي على حسب السمك اللي انتي عاوزاه، وتقطعي بكوباية او بقطعة الدونتس براحتك جدا. ممكن تسيبيها كده، وممكن تفرغيها من النص بأي حاجة عندك تقدري ان انتي تعملي بيها. انا قطعت بالتيب بتاع الكريم شانتيه. بشيل بقى الزيادات دي كلها وبخرجها بالراحة جدا، عشان خاطر لو اتحركت الهواء بيخرج منها على طول. بلم بقى الزيادات دي كلها وبسيبها ترتاح 10 دقايق وارجع اشتغل فيها تاني. والدونتس بحطه بقى في الصاج بتاعي، بيكون مع عليه ورق زبدة، وبسيبه بقى يختمر لمدة ساعة كمان بعد ما بحطه في الصاج. بغطيه وبسيبه. والكور الصغيرة اللي طلعت من فراغات الدونتس بتبقى حلوة جدا. وباقي العجين اللي بيتبقى في الاخر بعمله كده زي عصاية كده طويلة، بيبقى حلو جدا كده. بعد ما اختمر بكون انا طبعا مشغله الفرن من قبل على درجه حراره 180، بحطه في الرف الاوسط، بياخد 10 دقايق ل15 دقيقه، بس انا زودت عليه لغايه ال15 دقيقه فاخد لون من تحت. انتي خليه على 10 دقايق وشوفيه، ان شاء الله هيبقى معاكي لونه ذهبي وجميل جدا، هش جدا وجميل جدا. ان شاء الله هيعجبك وانا متاكده. طبعا بسيبه يبرد خالص قبل ما المسه، وبعد كده بحشيه بقى بالحشوات اللي انا عملتها. بفرغه من النص بالمعلقه، وبحط الحشوات بتاعتنا في كيس حلواني او اي كيس، وببدا ان انا احشي لغايه ما احس انها بتتقل معايا، والحشو بيكون خلاص بيخرج مني في الاخر زي ما انتم شايفين كده.
سهلة وبسيطة جدا وان شاء الله هتعجبك. هخلص بقى الكمية كلها وبعد كده ابدأ ان انا اعمل الوش بقى زي ما انا عاوزة، اغطسها في شوكولاتة او زي ما احب اسيبها كده براحتي جدا. شوكولاتة خام سيحتها في حمام مائي مع معلقة زيت، شوكولاتة بيضة او الدارك، اي حاجة ان شاء الله، اي حاجة هتبقى حلوة من ايدك. وزوقتها كده بشوية شوكولاتات وشوكولات شيبس مكسرات اللي موجودة عندك ومتاح، هيسد ان شاء الله وهيبقى معاكي احلى دونتس بجد، احلى من التاني بكتير جدا، هش وخفيف وهيعجبك قوي وهيعجب ولادك. والكور الصغيرة بقى دي بعد ما استوت كانت جميلة جدا، حطيت لها صوص فراولة وتوت وكانت حلوة جدا. اما اللي كانت محشية بالكاستر كانت باظت خالص، جميلة جدا، جربيها وان شاء الله هتعجبك. وكل سنة وانتم طيبين وربنا يتقبل منا ومنكم صالح الاعمال. اتمنى لو الفيديو عجبك ما تنسنيش في اللايك والاشتراك في قناتي على اليوتيوب وصفة هدير سعد. شكرا جدا ليكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.